هو تذكير بالمجموعات الأربع. إذن لنتأمل في المجموعات وما أفرزته القرعة. تهيألي المجاميع متعادلة، يعني في فرق كبيرة، هم ال 16 فرق كبيرة طبعا. ودور 16 هيبقى دور صعب للفرق اللي ممكن تتجه للدور الثمانية إن شاء الله. بس وجهة نظر يعني شايف إن الجروب بي مازيمبي وسان داونز وهلال شباب بلوزداد تهيألي ده أصعب مجموعة في الأربعة. كان اتمنى يكون ايديا كانت وشها حلو على الاهلي والزمالك ممثلين مصر في البطوله. شايف الزمالك في فرق يعني مجموعته برضو كويسه، مش صعبه قوي، مش سهله قوي. في الترجي التونسي برضو معاه نفس المواجهه بتاعت السنه اللي فاتت. بالظبط. الاهلي شايفه برضه في مجموعة حلوة إن شاء الله، يعني ينافس ويتأهل دور الثمانية، ولا إيه يا كابتن سمير؟ إن شاء الله تبقى العشرة على إيدي إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى التوفيق للفرق كلها، وتبقى بداية كويسة في البطولة الأفريقية.